أرحب بأعضاء لجنة التحكيم الذين بذلوا مجهودا كبيرا في تحكيم هذه المسابقات، وعلى رأسهم الشاعر سامح عبد الفضيل من محافظة القاهرة من مدينة سيدي، وأخيكم محمد فتحي، والكاتب والباحث الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم من محافظة القاهرة، والشاعرة رانيا النشار من محافظة شمال سيناء من العريش، والدكتور أشرف زين العابدين من مدينة السنبلاوي محافظة الدقهلية، والدكتور باسم سمير الخيال من السنبلاوي محافظة الدقهلية، والدكتور أحمد الإمام مدينة السنبلاوي محافظة الدقهلية، والدكتور محمد نعمان الصنباطي من مدينة المنصورة محافظة الدقهلية. وأرحب بنجوم المهرجان الأستاذ الشاعر الكبير أبو الخير بدر من محافظة دمياط، والشاعر الأستاذ مصباح المهدي رئيس نادي الأدباء بمحافظة الدقهلية، رئيس نادي الأدب المركزي على مستوى أندية الأدباء محافظة الدقهلية الأستاذ مصباح المهدي. وأرحب بالشاعر السكندري والكاتب الصحفي المتألق الأستاذ كمال محمود. وأرحب أيضا بالشاعرة الكبيرة شاعرة الإسكندرية الشاعرة أسماء محمود. كما أرحب بدولة الأستاذ كمال محمود. وأرحب بالمخرج الكبير صبري شاهين من محافظة الإسكندرية. كما نرحب برئيس مجلس إدارة جمعية الابتكارات والاختراعات العربية من محافظة الإسكندرية. كما نرحب برئيس مجلس إدارة جريدة نجوم الإبداع من محافظة الإسكندرية. والآن سيداتي أنساتي وسادتي، اسمحوا لي أن نبدأ بالاستماع إلى بعض الشعراء من رابطة شعراء العامية المصرية، ولنبدأ بالأستاذ القدير ضياء الدين البيري. وقبل أن أتحدث إليكم الأستاذ ضياء، أحب أن أنوه أن الأستاذ ضياء ابن أخته توفى صباح اليوم، ودفن المتوفي وأتى إلى الحفل وسيذهب الآن لحضور العزاء، فلنحييه تحية عظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا النبي والأمين وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. هو أنا سعيد جدا الحقيقة المكسب، وأنا قابلت مع حضراتكم بأمانة يعني، كنت قبليه حريص على إن أنا أكون متواجد معكم عشان أتعرف على السادة الفاضل اللي يعني شرف كبير لي إن أنا أكون من بين أعضاء شعراء العامية، رابطة شعراء العامية. فأنا شاكر جدا وأعتذر لأن كنت حريص كل الناس قراءة في الظروف، الحمد لله على كل حال أنا لازم أكون متواجد عشان أشرف ويسمحوا لنا الاستئذان زي ما قال محمد، وأنا سعيد بكم وأتمنى إن شاء الله